sweet and sour مع مكرونة انسجام يا جماعة، أو مكرونة السيدة زينب زي ما بيسموها في القاهرة. طريقة الفراخ دي هي طريقة صينية ومشهورة أوي، أوي. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معايا كيلو صدور فراخ قطعته مكعبات، وبيضتين، والبهارات بقى فلفل وبهارات فراخ وكاري وتوم باودر وبصل باودر وكمون عادي، وباحط معلقتين نشا. تمام، ده الكفر الأولاني. هاسيبها بس شوية كده وهابدأ أعمل الكفر التاني. معايا كوباية دقيق، كيس فيجيتار، ومعلقتين نشا. تمام، طبعًا الكيس الفيجيتار بيبقى فيه التوابل بتاعته، حابة تضيفي بقى براحتك بهارات براحتك يعني. تمام كده، يبقى كوباية دقيق، كيس فيجيتار، سواء بتحبيه spicy أو بارد براحتك، ومعلقتين نشا. آآ بعد ما عملت الخليط اللي هو في البيض ده والبهارات والمعلقتين النشا، هابدأ تاني أعملها تاني في الخليط ده. تمام، سهلة جدًا يا جماعة، وأكلة حلوة أوي، أوي ومختلفة، وهتشوفوا في الفيديو دلوقتي لآخر الفيديو أنا عملتها إزاي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هابدأ كده أحط الفراخ أقليها واحدة، واحدة، جميلة أوي، أوي. يعني أنا هاحطها في صوص لسه تاني، وحابة تسيبيها برضه كده براحتك يعني، بس هي الفكرة كلّها من الصوص اللي هيتعمل دلوقتي، معروف باسم sweet and sour. تمام، هابدأ أقليها واحدة، واحدة. والله يا جماعة جميلة جدًا، جدًا، ومجرد ما هتعمليها بالصوص اللي هتشوفيه إن شاء الله، هتقولي بُصّي كباب حلة أحلى كمان يعني. بس هي الفكرة كلّها إن هي بتبقى بس فيها إيه، سُكّر شوية، ده الاختلاف يعني. هابدأ بقى إيه، بعد ما قليتها كده هاركنها على جنب. هابدأ أجيب كده بصلاية وأقطّعها تقطيع عشوائي خالص، حابة تقطّعيها أجنحة شوية براحتك، على أساس إن هو يبقى زي بصل الكشري. آآ هابدأ كده أحمّر البصل، وطبعًا هاحط المكرونة على النار تستوي. تمام، معلقة ملح، معلقة زيت، وهاسلقها. طبعًا بعد ما البصلة اتحمّرت كده، باخدها بقى في مصفى كده، وبانشل خالص البصل من الزيت. تمام، أنا اضطريت أصلًا أصفّيه بالمصفى عشان يبقى الزيت معايا رايق. حطيت معلقة سكر وسِبتها تتكرمل في الزيت، وطبعًا حطيت المكرونة تتسلق زي ما أنتم شايفين. تمام كده، بعد ما بتسيبيها حوالي دقيقة كده بتتكرمل في الزيت، وباحط خالص فرمت طماطم، وباحط خالص طماطم عادية خالص، صلصة يعني، وباحط البهارات بتاعتنا فلفل وكمون وكزبرة ناشفة وكده. طريقة المكرونة العادية بقى خالص، بس الاختلاف اللي أنتِ بتكرملي معلقة سكر في الزيت، وبتحطي بقى البصل إن شاء الله تشوفيه كده في إيه، وأنا باحطه عليها في الآخر. تمام، هابدأ بقى أعمل صوص الsweet and sour. 4 أكياس صلصة، ما يعادل 4 معالق صلصة كبار، كوباية صويا صوص، معلقتين عسل نحل كبار. تمام، طبعًا لو عندِك كاتشب حطي كاتشب بدال الصلصة، بس أنا ما كانش عندي كاتشب، إحنا كده بنحط إيه، عسل للصلصة. وهاحط بقى، دي مش شطة يا جماعة، دي بابريكا، بابريكا مدخنة عشان بس تعزّز اللون معايا. يبقى حطيت 4 أكياس صلصة، كوباية صويا صوص، حطيت معلقتين عسل. هابدأ بقى الخليط بس هيقلب معايا كده دقيقتين 3، هاضيف كوباية مَيّة ومعلقة نشا. تمام، هاضبّط الملح واحط البهارات، فلفل عادي، ما تكتريش بقى، لإن إحنا حاطين بهارات كتير في البتاع الفراخ وكده. تمام، طبعًا بعد ما قليت الفراخ وحطيتها فيها، حسيت إن هي محتاجة مَيّة شوية، زوّدي عليها شوية مَيّة سخنين. بس جميلة وسهلة جدًا، جدًا. والصويا صوص مع الصلصة كده مع العسل، بتضيّع طعم تاني خالص، وبينقلها في مكان تاني، بتحسي إن أنتِ بتاكلي فراخ من نوع يعني خاص يعني. هابدأ بقى إيه، بعد ما حطيت المكرونة في الصلصة، طبعًا أنا باختم بقى خلاص قبل ما أقفل على المكرونة بعد ما خلاص بتتسبك وبتتعمل في الصلصة، باحط عليها البصل في الآخر، بيدّيها طعم حلو أوي، وكرملت السكر في الزيت، ما بيعملش أي حموضة خالص، ولا هتتعبي منها. خلاص، الفراخ خدت مني حوالي 10 دقايق على النار. هابدأ بقى أختمها بشوية سمسم. دي أكلة صينية يا جماعة زي ما بيعملوها بالضبط. طبعًا السمسم مفيد جدًا، جدًا، وفيه كالسيوم،
ودي المكرونة بعد ما خلّصتها وحطيت عليها حطيت عليها البصل اللي أنا محمّراه، طعم حكاية. وممكن أكلة المكرونة دي على فكرة تعمليها لوحدها خالص، وبتبقى قريبة جدًا، جدًا لطعم الكشري المصري بالطريقة دي. هُم بيسموها في القاهرة مكرونة السيدة زينب لإنها مشهورة جدًا، جدًا هناك في الشارع بتاعها، وإحنا بنسميها في المحلات انسجام، تمام. الفراخ خلاص، شايفين السوس بقى، خطير يا جماعة، أكلة شتوية فظيعة، هتدفّيكِ في الشتا والسعرات الحرارية بتاعتها عالية، والله جميلة والطعم حكاية. جرّبوها إن شاء الله بالطريقة بتاعتي دي اللي أنا عاملاها، لإن في ناس بتعملها باختلاف كتير، لو جبتها من على اليوتيوب هتلاقي فيها اختلاف كتير. الطريقة دي بسيطة جدًا وسهلة، وبصدر فرخة واحد بس عملت أكلة لوجبة ل5 أفراد، والله وفاض منها كمان يا جماعة، لإنها دسمة على فكرة شوية. أهي بعد ما طلّعتها وطبعًا المكرونة هابدأ كده برضه إيه، أبقى أضيف عليها برضه شوية سمسم كده في الآخر. طبعًا بقى براحتك بقى ذواق الأكل، العين بتاكل قبل الفم. حطيت كده شوية كزبرة، وباحط الوردة بتاعة الطماطمية المعروفة في المكرونة، وختمت الطبق كده تاني بشوية سمسم كده للشكل يعني. الطريقة سهلة وسريعة وأكلة حلوة، بصدر فرخة واحد هتعمل أكلة حلوة أوي، أوي، وتغيير لولادِك، لإن ما عادش حد بياكل الأكل التقليدي يا جماعة. أهي، ولو أول مرة تشوفيني اعملي لي لايك واشتراك. قناة مطبخ أم عمر، ويا رب فيديوهاته كده تكون بتعجبكم، وتكون فيديوهات اقتصادية كده على قد الإيد، وسهلة وسريعة، مش هتقفي في المطبخ كتير والله، والطريقة دي جميلة. مع السلامة.